ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا بقى يا حبايبي نعمل مع بعض النهارده البسارية. بصوا يا كريسبي بسارية فعلا. يا جميلة قوي قوي قوي، تحفة ومش غالية خالص، يعني غدا اقتصادي جدا. بصوا يا جماعة انا بعشقها الصراحة. يعني بستناها كل فترة كده، كل سنة بتطلع مرة ولا مرتين كده، فبستناها الصراحة في السوق وبشتريها يعني مرة ولا حاجة. المهم كده انا عندي هنا كيلو من البسارية، وهنا ايه، جبت هنا بولة كده حطيت فيها مية، وحطيت عليها شوية من الملح وشوية ايه كمان من الليمون. خلاص حطيت عليها ليمونة كده. ليه بقى؟ علشان انا هنضف البسارية دلوقتي واحدة واحدة، وهنزلها في المحلول الحلو ده عشان تتنقع فيه. خلاص يا جماعة، البسارية دي لازم تنغسل كويس جدا، ما ينفعش ما نغسلهاش. شايفين؟ هي دي البسارية، جميلة جدا. في ناس بتخللها، في ناس بتعملها صينية، في ناس بتقليها. احنا هنعملها يا حبيبي مقلية النهاردة مع بعضينا كده. انا هنا بجيب واحدة واحدة هنا كده وبشيل الراس بتاعتها. انتي بتشيلي الراس بتاعت التوم، هي سبحان الله بقى الراس بتاعتها كده شبكة في البطن بتاعتها. انتي يا دوبك تشيلي الراس تلاقي البطن بتاعتها اتشالت على طول مع الراس. حلوة جدا وسهلة وطعمها تحفة يا جماعة، روعة روعة روعة. وسبحان الله مش زفرة ابدا، حكاية فعلا. شايفين؟ هنا بنزلها كده في المية. طبعا بقى انا هخلص الكمية لوحدي. طبعا انا بقى بعد ما خلصت الكمية وغسلتها كويس جدا تحت المية بقى كده على طول، خلاص بعد ما سبتها تتنقع شوية بتاع ربع ساعة كده، جايبة هنا بقى ايه، فلفلة خضرا ومعايا توم ومعايا ليمون ومعايا هنا خل. خلاص انا هنا فرمت هنا الايه، التوم والفلفل الاخضر والليمون والخل كده مع بعضهم، واحط بقى البهارات معايا ملح وكمون وكزبرة ناشفة وشوية شمر وشوية بابريكا. خلاص انا ما بحطش اكتر من كده يا حلوين على التتبيله بتاعت البسارية دي. بتبقى لازم يا حبايبي لازم تكون التتبيله سايله كده عشان تدخل ايه في البسارية كلها في كل حته فيها. لان انت طبعا احنا مش هنمسك واحده واحده يعني. احنا لو مسكنا واحده كل واحده واحده كده وتبلناها هنقعد سنه. خلاص فاحنا لازم نعملها سايله كده عشان نقلبها فيها على طول يعني. خلاص ما تقلبيش فيها كتير بقى عشان ما تنهاريش يعني. هي ما شاء الله كانت حلوه. اللهم بارك، كانت ماسكه نفسها. هنا كانت في حته تومه كده ما انفرمتش، مفيش مشكله عادي. هنا شايفين هي ماسكه نفسها، اللهم بارك، كانت حلوه جدا. يا دوبك كده نقلب التتبيله فيها ونسيبها تتبل زي ايه كده 10 دقايق ربع ساعه براحتك، يعني الوقت اللي انت عايزاه. هي عموما ما بتتاخرش في التتبيل لان هي صغيره، حتى في القلي ما بتغيبش في القلي برضو يا جماعه، تبقى حلوة قوي. فقلت يلا بقى هنا بقى على ما تتبل يلا نعمل الرز مع بعضينا. انا هعمل هنا رز صيادية كده. حطيت هنا شوية زيت كده على النار، وكنت هنا فرمة بقى هنا ايه بصلاية، هقعد بقى اقلب فيها لحد ما احمرها. طبعا بفكركم ان احنا عاملين هنا ايه في القناة، طريقة السمك البلطي المقلي، عاملين المكاريل، عاملين المشوي، عاملين الحاجات الحلوة دي كلها. ان شاء الله هسيب لكم اللينك بتاعها في اول كومنت وثبت عشان ترجعوا لها. هنا بقى يا حلوين بعد ما حمرت البصلايه كده خدت اللون البني، بحط عليها هنا ايه، كوبايه كده ميه عشان نخلي الميه دي تغلي مع البصله بالتوابل دي عشان تغمق لي لون الرز. انا بحط هنا شويه هنا من الكمون وشويه من الكزبره وشويه من الفلفل الاسمر وشويه من الملح. خلاص وبقلب كده واسيب بقى الميه مع التوابل مع البصله دي يغلوا شويه حلوين كده على النار. اول ما تغلي هنزل عليها على طول بالرز. هنا كده سيبتها تغلي شويه. هنا بقى بعد ما غلت على طول بقى هنزل بالرز بتاعي. انا غسلاه طبعا كويس جدا. شايفين؟ هنا غسلاه بقى ومصفياه في المصفى دي على طول بقى، وهنزل كده بالرز وهزود له بقى ايه المية بتاعته. طبعا ايه اظبط له المية بتاعته، كلنا بنعرف طبعا نعاير مية الرز تبقى يعني ايه منصوب المية فوق الرز زي قد عقلة كده. يعني دلوقتي بقول لكم خلاص انا بقلب واسيبه بقى يا حبيبي ايه على نار عالية لحد ما يتشرب، وبعد كده ايه اهدي عليه بعد ما يتشرب. خلاص كده خلصته. زي ما انتوا شايفين انا بقول لكم ايه المية لازم تكون عقلة كده فوقيه علشان ايه يستوي كويس. واسيبه بقى هنا كانت تشرب خلاص، فبهدي عليه جدا. طبعا انتوا شايفين النار هادية اهي. فانا بالتالي هنا بقى بقلب بقى الرز. شايفين مفرفر وجميل ازاي؟ جميل جدا. هنا بقى ايه بسيبه بقى هنا لحد ما يستوي خالص.
هنا بقى يا حبيبي جبت هنا بقى شويه دقيق عشان نقلي بقى لنا الايه البسارية. انا في المرحله دي كنت حاطه زيت على النار يسخن، حطيت هنا على الدقيق هنا معلقتين اتنين كده نشا وشويه بابريكا وشويه من الكمون. انا بحب ابهر الدقيق يا حبايبي. طبعا اللي مش حابب الخطوه دي براحته، بس انا بحب ايه ابهره يعني بيبقى طعمه اجمل كمان. خلاص. ومعايا هنا بقى البسارية كده اتبلت هي شويه، بحطها بقى في الدقيق شويه شويه كده يا جماعه، احطهم في الدقيق واقلبهم كده عشان تطلع بقى كريسبي بقى. اهو مقلبه بقى شويه كده في الدقيق زي ما انتوا شايفين، تطلع بقى ايه جميله كده. شايفين بوريكم هنا البسارية. خلاص انا بقعد اقلب فيها بقى، بتاخد شكل بقى ايه تعريجات من بره كده، كل ما تقلبي فيه تاخد شكل اكتر، فاهمين؟ لكننا بنعمل كنتاكي كده. مش عارفين انتوا كنتاكي لما نيجي ننزله في الدقيق ونقلب فيه، هو زي البسارية كده بقى بالظبط، بس بتبقى ايه بقى على شكل صغنن شويه. على قد ايه بتبقى جميله وممتعه جدا في الاكل يا جماعه. يا سلام بقى، يعني انتي قاعده كمان لو قدام التلفزيون حكايه. والله فعلا انا بستناها من السنه للسنه. على ما تظهر يعني. شايفين؟ لان طبعا بيبقى لها وقت معين. طبعا بقى انتي بتقعدي بقى تعملي كده لحد ما تملي طبق وايه وتحطيه في الزيت. انا بقى على ما بحط الدور في الزيت مثلا ينقلى، اروح اعمل طبق زي ده كده مثلا، واروح يكون هنا ايه الطبق ينقلى يعني في الزيت وكده. هنا بقى بنزل هنا البسطرية هنا في الزيت. شايفين؟ لازم بقى الزيت يكون سخن زي ما انا بقول لكم، زي ما انتوا طبعا شايفين. اول ما على طول البسطرية نزلت بتنقلي على طول، لازم الزيت يكون سخن كده عشان تطلع مقرمشة وحلوة. شايفين هنا بوريكم هنا الزيت سخن اصلا. هنا بقى ما بتغيبش في السوا خالص يا جماعه، مفيش غير دقيقه كده. هنا طبعا هنا جبت طبق وحطيت فيه عليه مناديل بقى عشان تستقبل البسارية. هنا بقى بديلها تقليبه كده بس في النص كده وايه، واول ما تتحمر دلوقتي هتشوفوها. شايفين انا بديلها اللون الذهبي، مش بغمقها، بديلها اللون الذهبي الجميل ده. واقعد بقى هنا ايه اصفها كويس جدا كده، واطلعها بقى على المناديل عشان لو في ايه شويه اي زيوت زياده كده المنديل يشربه. خلاص. وهي اساسا يا جماعه من حلاوتها كمان حلاوتها ان هي ما بتشربش زيوت كمان على فكره يعني انا المنديل ده ما شربش زيت قد كده اساسا. خلاص. شايفين هنا بقى ايه هوريها لكم دلوقتي. شايفين لونها ذهبي وجميل ازاي، بقول لكم هنا مقرمشه تحفه. طبعا هسمعكم صوت القرمشه بتاعتها دلوقتي، لا تقلقوا. هنا بقى زي انا ما بوريكم كده، زي ما انا قلت لكم من شويه، انا على ما بطلع الدور ده يكون انقلى مثلا، اكون انا عملت ايه طبق كده من البسارية في الدقيق، بكون عملته يعني. سريعه جدا يا جماعه وسهله قوي وطعمها حكايه. طبعا اللي مجربها هيحبها. طبعا بتتعمل بقى مخلله، ممكن تعملها صينيه اللي انت عايزاه، بس انا للامانه انا بحبها مقليه قوي. شايفين انا بوريكم، شايفين شكلها جميل ازاي. بحب اديلها انا اللون الذهبي ده. شايفين هنا عامله زي كريسبي فعلا والله. تحفه جدا، جربوها والله، انصحكم جربوها. لا زفره بقى ولا اي حاجه، جميله جدا والله فعلا. انا بستناها كل سنه، هي بتطلع وقت معين كده بالظبط وبتنتهي يعني، بتقعد يمكن اقل من شهر كمان في السوق. شايفين؟ جميله جدا يا دوبك يعني انا بجيبها مره كده كل سنه. شايفين هنا؟ جميله جدا. وهنا كده الغدا بتاعي حلوين. كنت انا بقى خلاص كده جهزت، وطبعا عملت بقى السلطه، وهنا بقى ايه حطينا هنا الرز، كان طعمه تحفه. انصحكم يا جماعه تجربوا الاكله دي، حلوه جدا وموفره قوي. متنسوش بقى حلوين في اللايك والاشتراك. مع السلامه.